السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معاكم ان شاء الله باذن الله هيعجبكم جدا. وجبة كده، ايه، حاجة كده سناكس لذيذة خفيفة. فيديو النهاردة خفيف وجميل قوي، هيعجبكم ان شاء الله. متنسوش يا مرات لايك سبسكرايب تفعيل جرس التنبيه عشان يوصل لكم مني كل جديد. معاك ايه يا هوبا؟ زي ما انتم شايفين معايا بطاطس فارم فريتس اللي هي العادية خالص. هتعملي بيها ايه يا هوبا؟ هعمل لكم الفرنش فرايز اللي هي بتتباع جاهزة كوجبات او كده. تمام. معانا هنا طاسة على النار فيها زيت وحتة زبدة. زبدة ليه في تحمير البطاطس يا هوبة؟ هقولك يا قلب هوبة. الزبدة في تحمير البطاطس او معلقة سمنة اي حاجة. المهم ايه، دي بالذات مهمة جدا عشان خاطر بتخلي البطاطس مقرمشة جدا فوق ما تتخيل، ودي حاجة. الحاجة التانية، بتحافظ على القرمشة لمدة طويلة، يعني البطاطس لو قعدت ما بتطرش يا جماعة. دي حاجة. سواء البطاطس الجاهزة اللي انا جايباها دي او البطاطس العادية خالص اللي احنا بنقشرها ونقطعها وبنقليها بنفسنا. تمام. زي ما انتم شايفين هنزل بالبطاطس، هي ايه لسه طبعا مثلجة كده شوية. عادي خالص، مفيش مشكلة، هتفك ايه وهتظبط في الزيت. تمام. زي ما قلت لك معلقة السمنة دي مهمة جدا عشان تحافظ لك على القرمشة لأطول مدة ممكن ان انت تتخيليها. تمام. وجبة النهاردة جميلة جدا، اي حد موجودة في الاوردر بتتباع، يعني في الاوردر وفي المطاعم. الوجبة عاملة 25 جنيه. وفي الاحجام اللي انا هوريها لكم دي دلوقتي، بامان. انا هخليكي تعمليها لاولادك بحاجة بسيطة جدا جميلة. وبعدين السعر مش هيبقى للدرجة دي، يعني مش هيبقى مكلف كده. تمام. دي الحاجة التانية. البطاطس دي بتتعمل جنب ايه؟ هو بقى بتتعمل جنب اي فرايد تشيكن بقى، يعني اي فرايد تشيكن تلاقيها ايه، لازم تتعمل جنبيها الكريبات، الحاجات دي. واخدين بالكم اللي هي الاكلات ايه اللي هي كده، والبرجر وكده. تمام. فانا اوقات برضو بعملها كده لاولادي كوجبه سناكس، مثلا ما بين الوجبات، مثلا ما بين الفطار والغداء، مثلا الغداء والعشاء. يحبوا بالليل كده مثلا هم قاعدين قدام التلفزيون سهرانين مثلا، يقزقزوا فيها حاجه كده، ايه، تسليه كده، بتبقى جميله. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية برضو ممكن حابه تعملها سندوتشات، تبقى جميله جدا. ممكن لو حابه تحطيها في الكريبات، في كريبات بطاطس وفي كريبات جبن وحاجات زي كده، برضو هتبقى جميله جدا. تمام. وهتعملي لنا ايه هوبا جنب البطاطس ديت؟ هعمل لكم يا قلب هوبا صوص الجبنه. صوص الجبنه بطريقه يا جماعه، بصوا، احترافيه جدا جدا. طريقه ممتازه واسهل ما يمكن. بجد بصوا، احلى من الجاهزه كمان، يعني احلى من اللي بتيجي على في الاوردرات او بتشوفوها في المطاعم. او بصي جميله جدا بامانه. انا ما بشكرش في نفسي، بس انتي لو جربت الطريقه فعلا هتدعيلي. وسهله يعني بصي اسهل ما يمكن. بجد. حطيت البطاطس قايمه في تفك كده معايا شويه، واللي هي كانت مثلجه كده وماسكه في بعضيها فكت. تمام. هسيبها ما يقارب بقى ايه، يعني بتاع 10 دقايق او ربع ساعه، يعني مش هتاخد وقت. تمام. الفكره ان هي ايه، على حسب بقى الدرجات اللي انت عايزاها، مثلا يعني لو حابه لونها فاتح وبرده هتبقى مقرمشه زي كده مثلا، جميله قوي. وعلى فكره برضو هتبقى مقرمشه، يعني مش هتبقى طريه. دي حاجه تانية. بس انا بقى ايه، حباها الدرجه اللي هي الاغمق سيكه من ديت، برضو بتبقى ايه، نسبه القرمشه فيها برضو بتبقى عاليه قوي. و... واللون طبعا بيبقى اعلى، بصوا بتبقى حلو. يعني هو بصوا شفتوا اللون ده، اللون ده كده تمام قوي. انا كده هصفيها دلوقتي واطلعها. تمام. طبق كده عليه مناديل وهصفيها عليه. طيب الناس هتقولي يا هوبا المناديل هتطري البطاطس، انت ازاي هتحطها على مناديل وازاي انت عايزاها مقرمشه؟ اقول لك حبيبه قلبي، الطريقه اللي انا عاملاها بقطعه الزبده دي مستحيل تخلي البطاطس تطرى حتى لو محطوطه على مناديل. تمام. وبعدين دي حاجه ترجع لك، يعني مش حابه تحطي مناديل وحابه تحطيها على سلك كده ومصفى وتصفيها، برضو براحتك عشان تبقى مقرمشه. بس أنا زي ما بقول لك كده، لو انت فضلتي حاطاها على المناديل عمرها ما هتطرى، بسبب ايه، قطعه الزبده اللي انا حطيتها دي. انا طلعتها كده زي ما انتم شايفين، وهحط دور ايه تاني برضو، عشان برضو كان عايزه كميه حلوه كده. تمام. ويلا بينا نعمل ايه، صوص الجبنه مع بعض. هقلب تقليبه كده في البطاطس وكده عسل. شوفوا بقى البطاطس عامله ازاي، لونها تحفه جدا، وعلى المناديل مش هتطرى ولا حاجه. تمام. معايا هنا ايه، طاسه فيها لبن، كوبايه لبن. ومعايا هنا بشاميل بطعم الجبنه وميكس جبن. يعني خلي بالكوا البشاميل دوت من ماجي، وهو عامل ميكس جبن اللي هو الجبنه البارميزان مع الشيدر. تمام. اللي يخليني احط معلقتين دقيق عادي خالص كده عشان خاطر القوام يبقى تقيل معايا، لا. طب ما انا احط
اللي هو البشاميل بطعم الجبنه ده جامد جامد يا جماعه، وميكس الجبن فيه طعمه عالي موت، جبنه سيرف يعني، بصوا طعم الجبنه فيه رهيب. هاخد برضك معلقتين منه. تمام. احسن 100 مره من اللي هو الدقيق العادي. هيعزز من طعم الجبنه معايا، وبيدي قوام جميل جدا. هدي تقريبا كده، ومعلقه صغنونه فلفل اسمر، ومعلقه كركم برضو. الكركم بيعزز اللون وهيدينا لون جميل جدا. معايا هنا جبنه تركي قديمه، اللي هي الجبنه الرومي القديمه، تمام، اللي هي البطارخ. فعشان كده مش هحط ملح. عشان كده انا مش هحط ملح. لو انت حباها بالشيدر از يو لايك، زي ما تحبي، بيتحط عليها برضو بالشيدر، وحطي برضو ايه نسبة ملح انت. انما انا مش هحط ملح عشان خاطر عندي الجبنة البطارخ معروف ان هي حادقة قوي يعني، تمام. فما تعملش قوي معايا، يبقى الطعم اوفر. ومعايا هنا جبنة موتزاريلا، هاخد منها حتة كبيرة كده، تمام، وهفركها كده عليها. وهدي بقى ايه تقليبة حلوة كده، ونرفعهم على النار. تمام. دي المكونات، لا ازيد ولا اقل، مش هفتكس، مش هعمل اي حاجه. التركه المهمه جدا في معلقتين البشاميل بطعم الجبنه من ماكي. الكيس ده مش غالي يا جماعه، الكيس ده عامل حوالي 7 جنيه، وبيقعد معايا كميه كبيره. يعني مثلا لو هعمل صينيه بشاميل كبيره، مكرونه بشاميل او اي حاجه، او لازانيا او كده، فبعمل الكيس ده بيديني كميه رهيبه من البشاميل، بامان. فانا دلوقتي خدت منه معلقتين اتنين بس، ودي قطعه من الزبده. تمام. هنزل بيها كده على اللبن والجبن. طب الناس هتقولي دلوقتي تحط الزبده ليه؟ هقولك يا حبيبه قلبي، الزبده هتديكي قوام كريمي موت. دي حاجه. الحاجه التانية الطعم الدسم، طعم دسم كده جميل قوي. وفي نفس الوقت بتعزز القوام والطعم واللون، حاجه حلوه يعني. الزبده دي بالذات هتلاقيها بتديكي طعم وفوليوم كده ناعم كده كريمي كده، حاجه حلوه قوي بامان. هقلب زي ما انتم شايفين، وزي ما انتم شايفين طبعا القوام تقل معايا ازاي، تقل يعني القوام قايم يتقل. وحاولي وانت بتقلبي، قلبي من الحروف، تمام. قلبي من الحروف كويس جدا، عشان خاطر هي الحروف اللي بتتقل الاول، وبعد كده لجوه. يعني الغليان بيبدأ من الحروف الاول. تمام. بايدك باستمرار في التقليب، مع ان انت تجيبي الحروف. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية، انا كده توصلت ان انا دوبت الجبنه، وان البشاميل بتاعي ساح بقى، حاجه حلوه قوي. تمام. هعمل تريكه صغنونه مهمه جدا جدا جدا، هروح ضرباه في الخلاط، هيروح لونه مفتحي معايا زي ما انت شايفه كده. تركة ضرب الخلاط دي مهمة جدا، عشان لو في بواقي مثلا قطع جبنة صغنونة ما بشتش، حتة جبنة ناشفة مثلا، حاجة ما بشتش، فالخلاط هيخلي القوام كله متناسق وناعم كده وكريمي، ويبقى تحفة. وده كان الشكل النهائي بتاعنا. بصوا بقى، زينتها بقى طبعا كده ايه، غرقتها لهم كاتشب ومايونيز وتحفة. عايزة تعرفي قوام الجبنة بتاعك مظبوط ولا لا؟ اول ما تحطي كده، اولا هتلاقي المطه، ثانيا هتلاقي القوام تقيل زي ما انتم شايفين كده. مش التقيل اللي هو اللي عامل زي العجين الاوفر ده، لا، ولا الخفيف السايل قوي 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 دوت، لا برضو. يعني القوام عندي وسط، لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. حاجه جميله جدا جدا جدا، قوام ممتاز ممتاز ممتاز، زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بقى ايه، كاتشب والمايونيز، الولاد بيحبوا الحاجات دي قوي. عملت لهم 3 وجبات كده لولادي، ينقنقوا بقى فيهم، حابينها ساندوتشات، تمام، حابين ياكلوها كده براحتهم زي ما انتوا عايزين. طبعا زي ما قلت لكم، دي بتتاكل جنب الفرايد تشيكن، او جنب كريبات بقى، والحاجات الدلع دي. بصي دلعيهم واعملي الوجبات دي جامده جدا، الولاد بيحبوا الحاجات دي موت يا جماعه، بامانه الله بيموتوا فيها. تمام. اتمنى من كل قلبي فيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا اتبسطتوا معايا. فيديو سهل عسل كده، خفيف لذيذ. اتمنى من كل قلبي يا رب ان انتوا تكونوا اتبسطتوا. وما تنسونيش يا امارات، لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس التنبيه، عشان يوصل لكم مني كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.